اليوم راح أحكي لكم عن مهنة. طبعا هاي المهنة ما بدها أوس باللغة وما بدها لغة كثيرة، اللي هي مهنة الترانسبورت داخل المستشفى. الناس اللي بوصلوا المرضى من قسم لقسم. انتم بتعرفوا بكل المستشفيات في أقسام كثيرة، في أقسام التصوير، في أقسام الحوادث، في الطوارئ، في الإسعاف بيطلعوهم للغرف فوق، في أشخاص يعني بنات أو رجال بيقوموا بتوصيل المرضى. هذا اسمه ترانسبورت داخل المستشفى. طبعا الدخل تقريبا حوالي 1700 أورو في الشهر. الدوام طبعا بيكون من يوم الاثنين ليوم الجمعة. الدوام بعد الساعة 6 المساء ما في. طبعا الدوام من الساعة 8 الصبح للساعة 6 المساء، تقريبا 8 ساعات باليوم، 5 أيام بالأسبوع، والدخل تبعها كويس كتير. الشغلة المفيدة فيها والكويس اللي عجبتني بهذا الشغل، بيعطوك أيباد وعلى أساسه بتجيك المعلومات إنه أنت لازم تروح على القسم الثاني، تأخذ المريض بتوصله للمكان اللي هم كاتبين لك إياه على الأيباد، وبترجع على مكان الانتظار تبعك عبين ما يطلبوك مرة ثانية. يعني ما في عليك أنت ضغط شغل كتير، وما بدها أوس بيلدونج، بدها لغة ألمانية خفيفة. وطبعا كل المستشفيات بيطلبوا كتير شغيلة. إن شاء الله نكون فدناكم بهاي المعلومة. لا تنسونا من وضع اللايكات، وحطوا لنا اشتراك إذا مش مشتركين معنا بالقناة. تحياتي لجميع أوصال الدلكي، مع السلامة.